بسم الله الرحمن الرحيم. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قص على روايته. فرد تقيد كتاب ثقتك، يعني كوتيش ثقة يعتنى روايتك كتير جبوك أصلا رواية دنيج هنا ثقة يك روايتك كتير نوري. أما جبوك إدلت ثقة ورواية دنيج فرد ضعيف بنت حكمية تنبوني ده دي أساس فرد نسبي أما وقع فرد مطلق أو جمع يما قيدته بجمع. يعني مثلا تبي أهلي بصري فياج أفراد بصرية، يعني أهلي بصري وقت تبي تحسن دي هبن ها نسبة يعني بالنسبة بول، يعني إيه في مملكة في الروايات كده نكون معنا ويش خوذة فردية بودا فردية مطلق دودا نلاصبه أو قصني على رواية فردية مطلقة نوري قصص روايتك تاني هاتية نوري يعني تجي كده كوبايك وفردي حقي فردي مطلق شرط فردي حقي شرط. الفرد نوعان مطلق ومقيد. فرد قسمين مطلق هي ومقيد هي. فالفرد المطلق فرد مطلق هو الحديث الذي تفرد به راوي واحد عن جميع الرواة الثقات وغير مثل يراوي كتن الرواية كيش تمام راوي روان قتيا شو ثقات شو خيريوان خيني بتنن، يعني خيني من ثقتنا خيري ثقتي تنن مفهوم؟ منظر فتح المقيس. حكم حكم الفرد المطلق خطوري. حكمه كما ذكر المصطلح أن الراوي الذي انفرد به أو راويك برواية كريه إذا لم يكن من يخالف غيره أجل مخالفة تنبه شنكي دنيرا وكان ذا ضبط تام وضبط وجه تام به ففأتي مخالفة هبه ودبا شخص أهوي وارد. وضبطويش تام به ففادوا صحيح المقبول محتاج في إجازة براقة، يعني شرط صحتي ده ما نقول بجركي إنك قلت يا ده يعني جمهور نقول يا جرا صحيح زيدي ده أوابه، يعني مثلا جيكي زيتر به بله. يعني وهم ترجعوا تزيدوا كسي نقول بله. يعني جمهور نقول إنك قلت فادوا صحيح المقبول محتاج ما يقول فادوا وش صحيح ومقبول بدليل. مثال حديث النهي عن بيع الولاء عن هبته من راب ولا حقيقه بمريك يازات كل حقي من را سريتشيد به بله. بل وراوي حقيقه بفروش بله. يا هبتك. فقد رسول الله قلنا له كتشي قد تفرد بروايته عبد الله بن دينار وهو تابعي جليل. عبد الله بن دينار تفرد كليه وش تابعيه عن ابن عمر ابن عمر وروايه كليه وتنى روايه كليه بله. ناكو باشقه خير يجي ابن عمر روايه كنا خير يجي هبنا مفرد نسبي، بله. يعني يا صحابي كدني وإن كان قريبا من الضبط التام أو شو خلاصة يعني دور أو هي. وإن كان قريبا من الضبط التام أجل نسكي إجا سوياوي ضبط تام بنيزك به ففرد حسن مقبول فرد حسن أو سمى حسن ذات مقولة. مثال حديث إسرائيل رواية كريش يوسف بن أبي بردة وجي بافي خود يعني جي أري يوسف بن أبي بردة يعني جي أبي بردة رواية كريش أو جي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء وطي رسول الله دسميج دواب دركتنا يقول غفرانك يا ربي يعني أطلب غفرانك أسأل غفرانك عفوات تخواص نقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ودنك الوقت اتنين ده. فقد قال في الترمذي قلت يا حسن غريب قلت يا حديث حسن وغريب لا نعرف إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة معناه غريبة أفهم، يعني لا نعرف إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة جمهور ثانية نوري بله. وحسنة çünkü درجة سوية فانا سوية حسنة. وإذا كان بعيدا عن الضبط الراوي فضعيف مردود ذاته حسنة ضعيفة أو مردود. هذه ممكن. مثال. مثال واحد يسأل كيلو. وإذا كان بعيدا فضعيف مثال حديث أبي زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل البلح بالتمر بلح بالتمر بله. نوري بله. يعني تر بخن خد ما ترى هنو قشتني خد ما يحشك فإن ابن آدم إذا أكل وغضب الشيطان تدخل إنسان دخل إنسان شيطان أو دبه عاجز بيت شميت بوا ياشا مش حتى بيش خمت أو شيء خمت نوشي. قال النسائي هذا حديث تفرد به أبو زكي وقلت أبو زكي قلت تفرد كده ولم يظلم مبلغ ما يحتمل تفرده ناكش سر سويك تفردي بقبول كده بل ضعف الخوف حديث شيء
يعني محادثوي ضعيف كتير، وزمان روايتوي ضعيف. وإذا كانت ثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، مخالفتها بذاتا رسقت بجي، فشاذ مردود أيضا، شاذ مردود هذا نوري. وتم مخالفتها بضرورة يكجي شيتر، يا عددا يا صفة جي شيتر بن قطعوي بشخص. الفرد المقيد، كيف فرد مقيد شيء ويسمى الفرد النسبي. إذا في مسألة مثلا فرد مطلق وغريب. سيدا معنا كده أوكي كل شيء ما يفهمه. لذلك راح تبيش بس بفرد نسبي شيء هو ما كان فردا بالنسبة إلى جهة الخاصة. بالنسبة لجهة كفرد أو دور يصير عبارة من شان إنه حاجة جديدة بس بروبلم هي وجا سيدا يجيبوا كفان مثلا جورا مثلا كفانا قياسنا كذي جا عبارة أو جا وان حاشية وسري هبونه والحاصل سري أو شيء إخراج الشيء. وهو ما كان فردا بالنسبة إلى جهة خاصة فردا من استطلاع جهتك خاص هو على أنواع نوع جهتك يعني نورمال نفرده بالنسبة لجهتك فرده جا نوعي هنا لأنه ما قيد بثقة مثلا كان روايتي في حدثي هنا أما سقطة يك روايتي يعني روايات السقطة يكتني نوري إذني روايتي لسقط فيا تيغوتن فيا يعني او يعني بالنسبه لفالفي سقتي يعني بالنسبه لسقطه فرس يوصى روايتين هنا اما جبوك وانا ده حكمه تلبون فيا قلت وقع فردي مطلقا بله. مع قولهم لم يرويه ثقة الا فلان اذا بسقط روايتك الا فلان كاس اما روايتين هنا شي بالنسبه لفالفي فردي كحديث كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة إذا قرباني وإذا افترض فنطق. بله. فإنهم لم يروه ثقة سقط روايتك إلا ضمر بن سعيد المازني أو فقد تفرد به عن عبيد الله بن عبد الله بله. أو تاني رواية كيش عبيد الله وفي سقط أو عبيد الله وتاني رواية كيش عن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم أصحاب السنن وري رواية كيرنا. ورواه من غير ثقات بيزة ابن لهيعة وهو ضعيف عند الجمهور وجه روايات كثيرة ما ضعيفة نوري ابن لهيعة جا سبب ضعفه قلنا لاختلاطه بعد احتراق الكتب كتاب فيها شوتنا زمانك كيش تفرير في قارش مشكلة شوي عقل خاليا. فإنه رواه عن خالد بن يزيد شي خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أبياء ضعيف تمام. بله. الثاني ما قيد ببلد معين إجا شكو فيها هيش علاقة بفرديتنا نوري بله. قد يقدم بلدك معين كمكة والمدينة والبصرة مثلا مثلا دبي فياج أفراد مكية بله. نكو جي مكية كان رواية كذي مكية تنفي حد رواية كذي بقول سنة دوي يا بصرة مثلا كقول لم يري هذا الحديث إلا أهل بصرة أو تفرد به أو مصر مثلا نوري بله. وأريد به جمع المدن وقت الجمع فرد نسبية بالنسبة للمملكات فرد يقصد حقيقة أو حد ثاني نفر تمام أما دبكو فدي مطلق ماشي مثلا بصرية تاني روايات كذي مش بصرية جيك تاني روايات. بله. ومثال ذلك ما رواه أبو داود عن أبي داود الطيالسي مثلا أبو داود دمك السجستانية جاء طيالسي رواية كخيم السدي أو جاء عن همام أو جاء عن قتادة أو جاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكر أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر من فاتحه وشيكو أمكار مخينا يعني وما تيسر من القرآن. قال الحاكم تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول إسناد إلى آخره يعني أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت يا دبي أهل بصريش أول إسناد حتى آخره أهل بصري تنين ولم يشارك في هذا اللازم شوام كسيا دوي شغي أفرديات بالنسبة لجزء ثاني جزء أمرنا يعني تمام بله. ولم يشارك في هذا اللازم شوام خينيوان كس روايات نكتي. وأما إذا قال القائل يكي بيجي تفرد بهذا الحديث أهل بلد كذا تفرد بهذا الحديث أهل قنيا بله. وأراد واحدا فقط يكي تلميذة كين سنزيك يعني راوي من أهل تلك البلدة شو أهلوي تجوزا نوري بله. وأراد واحدا فقط من أهل تلك البلدة تجوزا مجاز يعني كوتي أهلي ولي يعني تدي وقد بي قتل بنو فلان فلانا يعني مجاز إسنادي ده مراجع يكشوانه بله. كما يتجاوز في إسناد فعل واحد من قبيلة إليها شو مثلا مجاز تكرين إسناد فعل كيش قبيلة كي بال قبيلتها ها فعل يكي قبيلة إسناد كي بال قبيلتها بله. يكيش قبيلة كي بفلان قبيلة واقع بله. تمام. بله.
فحينئذ يعتبر هذا من الفرد المطلق. طب إذا فيها فرد مطلق فرد وشاخدي مطلق. حسي وقت يكتنبه. بله. ومنه حديث كل البارحة بتم وتأوجه بقسمية بله. كما تقدم در باسم. فقد قال الحاكم هو من الأفراد البسيط عن المدنيين تمام. بله. بس يتني الوقت كيش مدنية بله. تفرد به أبو زكاء عن شام العدوان بله. وتني وقت بوتني يبقى عن زمان أبو شيء فرد مطلق. بله. فجعل الحاكم من الأفراد البسيط وأراد واحد ميزة ويش أفراد البسيط حسب كده ويكجوان قسكي. بله. الثالث ما قيد بفلان عن فلان ميزش فلان كذا فلان كذا روايتك. بله. أما روايتي أيدي بله. كقول تفرد بفلان عن فلان فلان كذا صادق فلان كذا روايتك. بله. ولم يروي عن فلان إلا فلان يجبر ولم يروي عن فلان إلا فلان فلان كذا روايتك إلا فلان كذا روايتك يعني شو بيدا تفرد بشو لم يروي أو بيجي يعني أو دوي سنة فرده أما إذن بالنسبة وياقة ده مثل نسبة ده. ومثاله ما رواه أصحاب السنن من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتم رسول الله ناني دعوة صفية بله. بلك أخو سويق وخربة يعني أرضان مران كنوك شوربة أو إيش وخربة. قال ابن طاهر هو غريب لم يروي عن بكر إلا أبوه وائل. تمام. بله. مثلا بكر إلى بابي وائل ولم يروي عن وائل إلا ابن عيينة. ولهذا قال الترمذي إنه حسن غريب نوري بله. يعني ناكل أويتنا ناكل مثلا أفسانة بله. دفتني جباكر بيتني رواية كده جوفيا بيتني رواية كده ولكن لازم تفرد وائل به عن ابنه تفرده به مطلقا يعني بيتني رواية كده خلي كسر. فقد ذكر الدارقطني في علله أنه رواه محمد بن سلط توزي عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن رواية عيجي هنا بله. ودار قلت علل أخضر وإلى هذه الأنواع الثلاثة ذات أشار المصنف بقول جو والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قص على روايته. بله. إيه. أو شو أمير نوري حكم الفرد المقيد. حكم الفرد المقيد كيه. أما النوع الأول المقيد بثقات بقولش بو قارشيوي أو نياش بو ضعيفا فإن حكمه زاد قريب من حكم الفرد المطلق. ها حكم من الناس كحكم الفرد يعني فينظر في ثقة المنفرد به حكم من فرده هل بلغ رتبة من يحتاج بتفرده الورث ختمة جرى يشتبه يعني كشتي رتبة فن دليل تفرده دليل بياني بأن بلغ رتبة الضبط التام يعني كشتي ضبط التام شاهد بصحي أو قاربه بحسن أم لو كنا يشتبه بصحي. بله. وأما إذا ثقة من هاي قلت أولى تمام. بله. يعني كنت ثقة معنوي أوي ثقة معنى ضبط أوي عادل ضابطه. وأما الثاني والثالث السيوس دوسيا يعني أو فردي نسبيها نيش مخصوصية بسقتي نيش نسبة بسقتي بال إيه مثلا إيه بمملكتك بله. نوري بله. يا مثلا جيكية كتير روايات كده. بله. فحكمه ما أن ينظر في الطريق أما سند هل بلغ رتبة ضبط التام والإتقان فصحيح بله. أو قارب ذلك فحسن أو بعد ذلك فضعيف. بله. تمام. مم. هذه إيجابية بالنسبة وفرديتها وقت إيجاب بالنسبة لباصة نادي وايد. بله. فليس في أنواع الفرد المقيد ما يقتضي الحكم بضعفه من حيث كونه فردا طبي تقسم فرد مقيد ذات شيء كحكمه بضعفه بخازة تنا شخيني يعني حسيت فرديتي تنا شو حقيقة هذا نفرد بله. فائدة يقل إطلاق الفردية على الفرد النسبي وتفرد نسبي فرد استعماله يهندك بله. وأكثر ما يطلق على الاسم الغريب إيه نسبي بين غريب جرى. قال في شرح النخبة قلت لأن الغريب والفرد مترادفان بله. لغة واصطلاحا بله. يعني قلت غريب وفرد مترادفان لغة واصطلاح ده مثل قلت أساس يكن إلا أن أهل الاصطلاح غاير غاير. بينهما بله. محدثة يعني أصولية حديثة فرقنا ونوار من حيث كثرة الاستعمال وقلته يعني شخصيات قريبون يستعملوا يتنفون قلت يعني فرد فرد إيه مطلقة استعمال بد إن سبيدا كيف قلتنا غريب فرد إيه سبيدا استعمال بد دي إيه مطلقة كيف. بله. فالفرد أكثر ما يطلقون على الفرد المطلق فرد والغريب أكثر ما يطلق على الفرد النسبي نسبي. وهذا من حيث بله. إطلاق الاسمية عليهما طبعا حسيت ناظر اسمه ومن حيث استعمالهم الفعل المشتق بله. بله. فلا يفرقون وقت الفعلية يقول مش مثلا بالضابط كصابة أخربت من تفرد بله. أوري بله. فيقول في المطلق والنسبي تفرد بفلان ها
او اغرب به فلان هدوش قول المشكل يعني تفردت هذا استماتكن واغربت هي استماتكن وفرقين اخر ناب مثل افراد تفردك وقوت غالب فردي متقطع نعم. اغرب قوت غالب فردي سبت ولا ما فيش نعم. ويكون بينه او ارسله ارسله ثانيه قطعه ثانيه وبالكيات بيش نبيه تمام. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.